لما بيكون عندنا صحافة بتطلع تتكلم ومنافذ كمان بيطلعوا يصوروا بعض الأماكن أو بعض الشخصيات، يطلع في دولة الجزائر موهبة ربانية، حاجة إلهية تطلع على السماء وتقول نحن هنا، نحن هنا بموهبتنا، نحن هنا بكل ما هو جميل موجود داخل دولة الجزائر. تخيلوا حضراتكم هذا الطفل، الموهبة الربانية الفولاذية اللي فعلا تصعد من قلب داخل يعني منطقة عظيمة داخل دولة الجزائر وقارة الجزائر، نسمعه كلنا مع بعض دلوقتي ونقول ونحكم بنفسنا. وأتمنى أنك تشاهد الفيديو للنهاية، لأن ده مهم جدا. لما تقول رأيك قول رأيك في المحتوى ككل، ما تاخدش بداية الكلام وتنسى الباقي، لأنك الكلمة اللي هتقولها هتحاسب عليها قدام المولى عز وجل. لازم لما تبدي رأيك في موضوع تسمعه من الأول للنهاية، علشان لما تقول رأيك انت هتحاسب على هذا الرأي. تمنيت لحضراتكم جميعا ان انتوا دايما تكونوا معايا واحنا بنقدم المحتوى بتاعنا، علشان نكون واضحين وصراحة معاكم في كل كلمة بتتقال. هنسمع مع بعض هذا الفيديو، ولكن قبل ما نتكلم عن الفيديو ونسمعه اتمنى ان احنا نصلي على حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. للي اول مرة يتابعنا نشترك في القناة ونفعل الجرس وندوس على زرار الكل، متمنيا لحضراتكم دوام الصحة والعافية. تفضلا منكم وليس امرا، نعمل اللايك والمشاركة، وتعالوا مع بعض نسمع الموهبة الربانية والمعجزة الإلهية اللي موجودة داخل أرض الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. رافع السماوات ومنزل الآيات، إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا ربا سواك. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما. محكم البيان ظاهر البرهان مهووس من الزيادة والنقصان. فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حليم. اللهم اجعلنا من القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو
به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ودناء أحزاننا وذهاب همومنا وضمومنا وسائقنا ودنيننا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل ودفع به عنا النقم وأصبر علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء الفائزين وعند النعماء من الشاكرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فزولتها بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة طيبة خالصة مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها وأحسن دعائها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اهلا بيكم واهلا بكل ابطالنا اللي فضلوا معانا من البدايه للنهايه. شكرا لكل حد دعمنا ووقف جنبنا وقال كلمه حق في حقنا. بجد عاجز عن شكركم لكل الناس اللي بتدعمني، لكل الناس اللي بتبعت لي على الخاص ان احنا نتكلم عن مواضيع ونجيب موضوعات. صدقوني كل اللي احنا بنتكلم عنه طلبات من اخواتنا واصحابنا وحبايبنا المحترمين اللي موجودين داخل قارة الجزائر، اللي بيطلبوا مننا ان احنا نتكلم عن مواضيع مهمة او نجيب ردة فعل مهمة عن هذا الموقف. فده شيء عظيم جدا، احنا بنكون سعداء واحنا بنتكلم عنه. بجد اكون عاجز عن شكركم. لو عملتم اللايك او كنتوا نسيتوا فاحنا معاكم للنهاية، وكل الشكر والتقدير لكل واحد عامل مشاركة للفيديو بتاعنا. تحياتي لحضراتكم، وفي النهاية إفادة للجميع. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.